حاجه ترضي وجه وفي حاجه برضه يعني بص هتلاقي حجم الثمار متناسق مع بعضيه. ايوه. يعني مفيش حاجه حبايه كبيره وحبايه صغيره، يعني بص كده العنقود يعني من اول بسيطه، لاخر. يعني اللي ماشي صغيره دي جايه وحبايه متاخر. حبتين متاخره. انا شفت هنا الزهره طالعه بالتوج بتاعها طالع هنا اهو. يعني ما شاء الله اللهم بارك، مفيش حاجه ولا زهره هنا مفوته باذن الله تعالى ما شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا استمرارا لمتابعة مركب الجوكر في العقد للطماطم كمركب عقد أساسي للطماطم من بداية الزرع حتى نهاية العقد. طبعا معانا الحاج محمد من كبار المزارعين، ويعتبر هو أول واحد جرب مركب الجوكر على عقد في الطماطم. طبعا هيشرح لنا التجربة بتاعته باستفاضة، هيقول المميزات طبعا، وهيقول عدد الرشات، وهيقول ازاي المعدل ضافه للزرع. طبعا معاه كده هو هيتكلم بكل تفاصيل ازاي رش وازاي يعمل كل حاجه. اهلا بحضرتك يا حاج محمد. اهلا بك يا عم احمد. ربنا يديك الصحه يا رب. فاشرح لنا مركب عمل ايه معاك، لا بسم الله ما شاء الله، وايه مميزاته والمعدلات بتاعته، وبص قول اللي انت عايز تقوله بقى. لا حاجه ترضي وجه الله الصراحه. يعني ما كنتش بقتنع باي مركب عقد قبل الجوكر. انا اول مره اقتنع بمركب عقد غير اللي كنا بنرشه في الاول ده يعني. فبسم الله ما شاء الله. تاني حاجه برضو في ميزه عجبتني خالص، اللي هو بيطول السلميات اللي هي ايه. انا عاوز اوريك يا عم محمود، تيجي معايا بس كده شويه كده. ماشي معاك. اتفضل. بص العنقود بص ازاي يبعد الحبايه عن اختها، بيفتح معاك السلميات ازاي. يعني قصدي حضرتك بيطول العنق بتاع العنق بتاع السمر. الله يرضى عليك، بتاع السمر. وطبيعي طبعا بالحبايه بتكبر. الحبايه كل ما طولت السلميات كل ما تبقى ايه الحبايه معاك ايه واسعه، وحبايه مواصفات تصديريه او مواصفات ايه سوق يعني جوده عاليه. تمام. وبيزيد معاك في الانتاج يعني انت لو هترش الجوكر باستمرار، بص ما شاء الله اللهم بارك. يبقى يعني انت وفرت كميه كبيره من البوتاسيوم. انا كنت في الاول بسمد لا يقل الفتح على 10 فدادين عن 10 شكاير بوتاسيوم. بسم الله ما شاء الله. انا جربت كده ولاحظت في برنامج الجوكر في الرش بتاع الجوكر ان هو يوفر معي في البوتاسيوم. ما شاء الله منتج يعني مش فظيع، منتج جبار بسم الله ما شاء الله. حاجه عاليه. متتابعات في العقد. يعني انتوا الزرع قدام منكم شايفين برضو. هو شايف اللهم بارك، يعني عدد الثمار الزهره كانت جايه ورا بعضها. يعني بص هنا اللهم بارك، يعني عقودين ثلاثه في بعض دول. يعني شوف ما شاء الله عنب، يعني اللهم بارك. يعني ما شاء الله. يعني بص كل ما تفتح كل ما تلاقي اكتر. بص ازاي اهو. اذا انت اصور وانا هفتح. ماشي ماشي يا حبيبي. يعني ما شاء الله كل ما تحط ايدك تلاقي الحبايه دي دول عقد بدري. دول اللي بدري. السلمات بتاعتها بص ازاي قصيره ازاي. دي ميزه برضه. انت برضه في نفس الكلام حضرتك. تأييد الكلام السلميه قصيره هنا. قصيره هنا. لكن هنا بص لو طلعنا فوق شويه اهو، يعني ما بعدناش كتير اهو. بص هنا واسعه. السلمات واسعه. واسعه ازاي. ايوه. دي بتدي برضه طبعا حجم وجوده زي ما الحاج محمد قال. بتزود الحجم بتاع الحبايه. الجوده نفسها تدي الحبايه جوده وتدويره اكتر. يعني شفت ما شاء الله اللهم بارك، يعني مش سايب حاجه. اي زهريه موجوده بتبقى معاك جاهزه للعقد، جايه معاك ما بتفوتش معاك حاجه. تعالى بص ازاي اهو. ده برضه خطوه تاني اهوت. يعني احنا مش بننقي. طب احنا عايزين برضه قلب الشجره من جوه برضه عشان ايه. ماشي نجيب الكلمه. بص ازاي اهو. بصوا يا جماعه ما شاء الله اللهم بارك. بص قلب الشجره من جوه، مفيش مركب بيجيب قلب الشجره من جوه. بص ده طالع في القلب من جوه، ده العود ده. ده طالع متاخر شويه. شوف العنقود ازاي. التفريع بتاعه متاخر. بس انت لا ماسك حبه واحده 2 3 4 ماسكين اهو. ما شاء الله. فيها طماطم، دي فيها طماطم. لا ما شاء الله. يعني بص مفيش حاجه مفوته. يعني بص اللهم بارك. يعني اللهم بارك. يعني العنقود في القلب جوه ازاي. بص القلب، يعني مفيش حاجه بتجيب قلب العنقود من جوه اصلا. يعني هو ما شاء الله جايب قلب العرش من جوه شغال. مش ما شاء الله. يعني بص هنا برضو الحته دي بس كده حاج. ماشي. بس ما شاء الله ما بارك. الله اكبر. بسم الله ما بارك. انت تعرف ازاي تدير الموضوع يعني. لان الجوكر قوي برضه. الجوكر قوي. في العقد طبعا. في العقد حاجه بسم الله ما شاء الله. بالنسبه للجهه الثانيه اللي هي الجهه عكس اتجاه الشمس. عكس اتجاه الشمس. انت قدام منك اهو. هي فيها برضه انا ملاحظ ان هو في ميزه برضه ان هو بتجيب معاك في الاتجاه الثاني. يعني لو في حاجه قلب الشجره جايب، لو في حاجه في الجنب الثاني جايب، مفيش حاجه بيفوتها. تمام. الله ينور. فانت تاكد برضه على كلامي. يعني لا بس على النبي الله اكبر. حياة وجه الله. وكل الزباين اللي اشتغلت بيه عارفه
ما فيش واحد يشتغل بالجوكر الا الحمد لله. ما شاء الله اللهم بارك يعني. زرع بمرض الله يعني. والسنه دي طبعا في مشاكل كتير السنه دي، موضوع الندوه بفضل الله برضو، حتى يعني في ناس رشوا جوكر في ايام الندوه عشان برضو لا ما قصرش ما شاء الله بصراحه يعني. انا كان عندي ندوه في، يعني ممكن ننزل دلوقتي ونصور دلوقتي فيها. كان ندوه وقت على وضعها حالها، بس الندوه سببها معروف البلاستيك والميه، وشويه تشبر انت زودت ميه وغطيت ثاني يوم وفضلت متغطي، وده بهدل الدنيا. صح، ده اللي بيحصل. تمام كده، معروف القصه دي كلها. ربنا يحسن ختامه يا رب ان شاء الله، وربنا يوسع عليك ويزيدك من علينا فضله. وعليك. ربنا يديك الصحه والحاج. شكرا يا عم حاج، وربنا يديك الصحه. السلام عليكم.